السلام عليكم. كنا زمان بنعرف حاجة اسمها المطبق أو البغاشة، بتتاكل سخنة وبالسكر البودرة. النهاردة هعملها بطريقتي أنا. هنزل عليها بكوباية من المية السخنة، كوبايتين دقيق، وكمان نص خليها احتياطي، وهننزل عليه برشة من الملح ورشة سكر، وبعد كده هنقلب المكونات لحد لما يندمجوا مع بعض وتبقوا عجينة. هنسيب العجينة ترتاح، وهننزل بالسوداني المجروش وزبيب وجوز هند وسكر ومعلقة قرفة. بعد ما ارتاحت هننزل برشة من الدقيق وهنفردها وهنشكلها اي تشكيلة. انا شكلتها مدور عشان اعملها شكلها زي شكل القطايف. بعد كده هنحشيها وهنسيبها ترتاح مفيش 3 دقايق بالظبط، وهننزلها في زيت غزير، وفي نفس الوقت الزيت يكون سخن. هنقلبها لحد ما يدي اللون بتاعها اللون الذهبي. هنشيلها طبعا وهنسيبها تتصفى شوية من الزيت، وبعدين هننزل عليها بالسكر البودرة. وهي دي البغاشة، بجد طعمها حلو. اهم حاجة فيها اللي هي بتتاكل سخنة مع كوباية شاي. ممكن ننزل عليها بعسل، ممكن ننزل عليها بسيرب، ممكن كمان ننزل عليها بسكر بودرة وعليها رشة من القرفة. واشوفكم على خير في وصفة تانية. مع السلامة.